السلام عليكم. واحد المعلومه قانونيه ونصيحه. البنات مؤخرا اللي شفتهم دابا تقريبا شي 4 ايام 5 ايام انتشر واحد الفيديو ديال واحد جوج البنات، ياك وقفوا على واحد المراه، قال لك المراه كدير السماوي. المراه جالسه كتقول لهم ذو القرنين ما ذو القرنين، دخلوا غير لهذا التيك توك كتبوا ذو القرنين راه غادي يطلع لكم. فانتشر الفيديو على اساس انه بنات وقفات عليهم واحد المراه وبقات مجمعه معاهم شويه. البنت تمات غاده تابعه ديك المراه، والبنت كتغوت على صاحبتها كتقول لها ويلي واش تسطيتي تابعه المراه، وجالسه كتبكي كتقول لها ما عرفت شنو دارت لي، راه دارت لي السماوي. المهم الفيديو انتشر واني شفتو 3 ايام هادي، فاذا به الفيديو مفبرك. البنت متفقه هي وصاحبتها ولقاو ديك السيده قال لك تعاني من مرض نفسي، واستغلوها وصوروا هذاك الفيديو. علاش صوروا؟ على الاكيد هاد البنات واش مشهورين على التيك توك ولا الله اعلم، ولا بغاو يديروا به البوز. الله يرحم بها الوالدين. شحال ديال الدراري اليوم وديال البنات كيدخلوا للحبس غير على قبل هاد القضيه هادي، وكيحسب لهم واش شي حاجه اللي سهله انك تنشر خبر مزيف مفبرك. الفصل 447 واحد 447 جوج من مجموعة القانون الجنائي المغربي، المادة 72 من هذا القانون ديال الصحافة والنشر، راه كيجرم انك تصور الناس بدون علمهم. هذا اول حاجة. ثاني حاجة انك تنشر اخبار زائفة اللي كتخلق الرعب في الناس، لان بزاف الناس بداو تيقولوا هاد القضيه ديال السماوي كنا حتى نسيناها والناس نساوها، واش رجعت عاوتاني بانت وظهرت على الواجهه، وبزاف الناس ولاو كيخرجوا حنا خايفين حنا كذا وانت هادشي كامل دايره غير على قبل المشاهدات وكذا، وهادشي كيعاقب عليه القانون. ها هما دابا تم الاعتقال ديالهم ياك، ومثلوا امام النيابه العامه عطاتهم السراح المؤقت وحطوا واحد الكفالات ديال 3 المليون الوحده. هما تسببوا الوالدين ديالهم 3 المليون، شوفوا واش عندهم ولا ما عندهمش، فين مشاو قلبوا عليها باش يحطوها، لان البنات كيقراو داكشي. علاش النيابه العامه سميتو تابعتهم وهما في حاله سراح؟ لانهم كيقراو. واش كتعرفوا العقوبه ديال هادشي؟ راه كتوصل حتى 3 سنين حبس، والغرامه الماليه خصوصا نشر الرعب وهذا في قانون الصحافه كيوصل حتى ل 200 الف درهم مغربيه. عاجب يا فم وقول السوشيال ميديا معاش الضحك. دابا المشكله راه ديال المصيبه الكحله، الجهل ديال الناس بالقانون. كيحسب يوجد داكشي عادي انني مثلا اليوم كحنان ندخل نقول لكم ناريه البنات لهلا يوريكم واش وقع لي. عرفتي داك الحي اللي ورانا، الحي فلان فلاني، كنت دايزه وتلقى ليا واحد وجاب الله هربت منه، فهمتي؟ وانا باش زعما شفت الصفحه ديالي طاحت بغيت نخلق التفاعل، ورا خبر زائف يعاقب عليا القانون. غتقول لي لا ما اديتي حتى شي واحد، لا اديتي. نشر اخبار زائفه كتادي بالضروره، كتخلق الرعب في الناس. فحذاري من هذه المساله، حذاري ثم حذاري، خصوصا اللي عندهم وليداتهم في السوشيال ميديا وكيعرفوا بان وليداتهم كيلوحوا فيديوهات سواء بنات سواء ولاد. حذروهم من هذه المساله والله العظيم. وراك تعرفوا مجموعه من المؤثرين دخلوا للحبس غير بهذا نشر اخبار زائفه وخلق الرعب في الناس. قضيه كيعاقب عليها القانون. انك تقول شي حاجه اللي ما كايناش في الواقع لخلق البوز، غتخلق البوز، غتمشي العكاشه تخلق فيها البوز. فالبنات غادي دوز الجلسه ديالهم ان شاء الله تعالى نهار 6 ابريل. تقدر النيابه العامه تاخذ بعين الاعتبار انهم باقين طالبات وشوف، ولكن هادشي ما كيمنعش من توقيع العقوبه عليهم، وغتكون قاسيه باش يكونوا عبره لمن يعتبر. ولو ان راه دازوا قبل منهم شحال من واحد وشحال من وحده، وللاسف الشديد لا تاخذون العبره. ولا ما عرفتش واش المحتوى التافه طغط لدرجه انه يا اختي. حتى راه المشكل هادشي كيوقع فيه حتى المشاهير. انت وليتي مشهوره ولا عندك ناس متابعينك كذا كذا كذا، على الاقل قبل ما نقدم على واحد الخطوه غنمشي نقلب. المعلومه دابا ولات جدا متاحه دخلوا غير لجوجل، ديري تحميل مجموعه القانون الجنائي المغربي، تحميل سميتو المسطره الجنائيه، مدونه الاسره، ومره اختي لوحي عينك على واحد الفصل على واحد الماده، قرايه ما قبل ما تنعسيها واحد الفصل جوج غتولي ضليعه في القانون. ما تبقاوش ديروا هاد الاخطاء، لان الوالدين اللي كيمشيو فيها بقاو في يد الوالدين دابا اللي دفعوا كل وحده 30 الف درهم. شوفوا واش عندهم ولا ما عندهمش، مشاو تسلفوا حنا في هذا الشهر الكريم. فالله يهدي ما خلق. وكنتمنى اللي وصل هنا يكثر حركه الاكسبلور باش على الاقل يطلع هذا الفيديو. ما كنقولش لك مع الفيديوهات الاخرين، ولكن اللي فيهم معلومات قانونيه كثروا حركه الاكسبلور.